إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، آمين يا رب العالمين. إخوتي في الله، نعود بتوفيق من الله سبحانه وتعالى للحديث قليلا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند بعض المحطات. فبعدما تحدثنا عن يتمه وترمل أمه، تحدثنا في جمعة موالية عن رعيه للغنم، ثم في جمعة أخرى عن تجارته. اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بعثته صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم حدث يحق للمسلمين أن يحتفلوا به على مدار الساعة. فلولا هذا النور لكنا في ظلام دامس. معليك واجد البعثة يا نشيني رقا نضي شن ترام ذا عشان واسبوز جيبوا الذي ضع في بحر مظلم لا شواطئ له، لقد نجيش البحر مظلم واسبوا النهاية صلى الله عليه وسلم. نعم اخوتي في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا حينما امتهن التجارة بين سمو أخلاقه. نعم اخوتي في الله، حتى أصبح محبوبا عند الجميع. عرضت عليه خديجة رضي الله عنها أن يتاجر في مالها قبل أن تعرض عليه الزواج، حينما رأت فيه من الصلاح ما رأت من ثمار التجارة النص أنه يظهر ديس، وذي الشباب النسمارة، ذي الحياة النسمارة، أنه كان رجلا صالحا مثاليا في أخلاقه السامية الصالحة، أخلاق الحسنة. اللهم اهدنا لأحسنها فلا يهدي إليها إلا أنت. نعم اخوتي في الله، الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعرف أنه كان يسمى الصادق الأمين. جعل خديجة رضي الله عنها تعرض عليه أن يتاجر في مالها، ثم عرضت عليه الزواج. وأكثر من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير مقارنة مع أسياد مكة وسادة مكة، كان صوته ومقامه أعلى منهم جميعا صلى الله عليه وسلم، وهو لم يبعث إليه بعده. عاد ويجي ودستي بالبعثة، لأن البعثة تستزد 40 سنة. إذن أنت حسن خلقه جعلت أنه تغث مقاما ورأيا أعلى من سادة قريش ومكة كلها. وهذه الذي الجنزي كبار استورخ الأسياد خر حكام مكة قريش، والذي الجنواي زمار أذيك الصوت النص فوق صوت محمد بن عبد الله آنذاك، ما يمي لصدقه. نعم اخوتي في الله، يا إني يعرني خارق نهاري قارش مرواس خارق دوات تتغرو قصدق الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما من سادة قريش، وليس الخيانة والغش وغير ذلك. صدقه وأمانته، حسن أخلاقه. نهار الأمة أصبحت أرذل الأمم بعدما كانت أعظم الأمم، خير أمة أخرجت للناس. نهار من تلقى أرذل تنقى عباد الله ما يمي بسوء الأخلاق. واجد التمنية إذا غير خصن، واجد القوة البدنية إذا غير خصن، واجد الجاه إذا غير خصن، واجد السلطة إذا غير خصن. غير الأخلاق ذينا إذا غير تميزن. رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيش الحدث يوقع، وهو أنه إجمار يوقع الفيضان ذي مكة، فانجرف الحجر الأسود من مكانه. الفيضان اندهن أمان يسين الحجر الأسود 7 نزق مشى الناس. حينما أرادوا إرجاعه إلى مكانه اختلفت القبائل. كل يجني قرص لدي الشرف أنه نشين تغيسين، نشين بني فلان تغيسين، نشين بني فلان تغيسين، نشين فيوضنا تجبدن السيوف وني غير بني تغيسين. وإذا به يقدم عليهم محمد بن عبد الله آنذاك صلى الله عليه وسلم. إننا الصافي الحلن فيه أقش من زي يحكم محمد بن عبد الله ناض الزيس. الناس واخا خذوا قماشا أو ثوبا يزيدوا دي جنباش يجوا كتان ضم قران يمتن، فليمسك كل واحد من قبيلة من طرف ذلك القماش كل الجنزي زكيش نتقبيتش هذه يمنعيش من الطاف زكتاني زير باشني. ومن سيأخذ الحجر الأسود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون خلاف، وهذه بدون نقاش. أخذه ووضعه فوق القماش فوق الثوب يجي سنجير باشني الناس يلهيسين تذمار يذوم شاش مار يذوم أرمي غير يوضعهم شنس يحخص بيده الشريفتين يحخص يجيهم شنس، فوضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم ولم يعترض أحد، رضي الجميع. مينزي ما تغيت تقصن شني تغاس حسن الخلق وتذي الله. كان صالحا نعم. ولهذا نكثر من الدعاء اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نعم كان صالحا. نقش الصلاح من يتقذي الأمة. وإخوتي في الله أنشنا نجرب، احنا غير نشوفوا بعيننا الناس صالحون ذكورا وإناثا كيف أن كلامهم مسموع ورأيهم محترم. أنشنا نخزع ذي الحي النغ ذي الجهة النغ قمدو كان النغ ذي كذا قيني نسن قيني نخدم قيني كذا كان خزعوا نيتيري صالح تيري غاس الأخلاق يتيري الرأي الناس مسموع. نعم يتيري محترم رأي الناس يحترم. وخذ قبل خزعوا قبل ماني شك ما السنيتا مال لا الكواك بور حق شك لمحا حيواها شك كذا شك البوبري لا هذه أفكار جاهلية. نعم وتتنشى حسن الخلق صلى الله عليه وسلم كان صالحا. ثم حينما وصل إلى 40 سنة وإذا بملك يفاجئه في غار حراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غميد قارب 40 سنة كان يرى الرؤيا تغمين غيواجه غصبح ذي حقق. ثم حبب إليه الخلاء تغي تحت غيمة وحدث لأنه تغي ترقل زي الجاهلية تحت غيمة وحدث ذي غار حراء يفكر في ملكوت السماوات والأرض ويخرق الكون وذن يخرق الشين ويدبر الكون وغير ذلك. أسئلة تعبدية والتفكر والتدبر في خلق الله من العبادة إخوتي في الله. إذن فجاءه جبريل عليه السلام في صورة خارقة للعادة يقول أهل العلم 600 جناح يملأ الأفق 600 وفريون يملأ الأفق يعني يسدوار لكل من يتولى بنذم زيت مواث رجلنا ويوذ بوث مواث معلق بجنة يسوى ركيس يقرأ إن اسمها أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ ويضمه إليه يدرع عشيش ودرع يقوى اقرأ 3 مرات إن اسمها أنا بقارئ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. فرجع وهو يرتعد يقذ ومن حقه عادي جدا لأنه يزرج حاجة غريبة عجيبة لا تخضع للمنطق. ثم ضمه ثم الكلام الذي قال له وغير ذلك. عاد إلى خديجة رضي الله عنها وهو يحمل
وهو يرتجف ويحمل خبرا جديدا ويقول لأمنا خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي، دثروني. ذرميد ثعجيجات نعم، ما يمي يقول لأنه يزرانيش الحاشث فوق العادة، ما يمكنش تتصور الإنسان، لا تخضع للمنطق النغنشي يقرس ذرميد لقد خشيت على نفسي. وهنا يا أخوتي في الله، هنا سينتقل من صالح إلى مصلح. نعم، قبل أن نتحدث عن بعض مميزات الإصلاح، كيف أجابته خديجة؟ اسمع يا أخي في الله ويا أختي في الله. استقبلته خديجة بطمأنته، الزوجة الصالحة. خميد غي سوارياز وتويريا بريد برا انت تيت غي سهدأن وجنت تيت غي يلقان سمسير. هذا استعاني عاد. الزوجة الصالحة حين يرجع زوجها وهو مضطرب ومتعب ومهموم من الخارج تهدئه. تتعلم من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قال: زملوني دثروني لقد خشيت على نفسي. قنش قذو غادي يوقع شي الحشد، قام يزرق نهار غريب عجيب. ايوا قالت له: يلا نمشيو عند واحد الكزانه، راه عنده واحد اليد قاصي يشوفوا سما تسندني غير هذيك الدواء يسمى هذا شي يزود شويه كذا كذا. لا ليس هكذا، بل وهي في الجاهليه باقي ما كاينش البعثه، عاد ما ظهرتش، يلا اول يوم. قالت: كلا والله، كلا تأكيد اليقين، والله لا يخزيك الله أبدا. شك غيبذن شكون ما غيوقع، شكون واخا زرير من ما زرير أبدا ماشي يوقع شي حاجة. من أين لك هذا اليقين يا أمنا خديجة؟ ما يزن ديك اليقين مانيس يكزي الصلاح من الزوج الزوج الصالح. نعم، صلاح الزوج. كلا لا يخزيك الله أبدا. ما يمي انت وهذا سيد والو رب العالمين شن حاج تعفت ما يمي. إنك لا تصل الرحم. أقاش كتحضر فاميليانش إني وضعك تيسنش كتحضر غاسم. نعم، وهذا من أخلاق الجاهلية قبل ما أديس الحكم الشرعي. إنك لا تصل الرحم، والرحم من وصل رحمه تصله رحمة الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث قدسي. نعم، وتحمل الكلب، وني واغا تجي وتغيسين، وني واغا زمانيشا، وني جان شكاقش ديني شكل السند النس، وني قوانا ذي وضا شكل قيتي، وني حلاش المساعدة شكل مزوار زيد. وتكسب المعدوم، وني واغا تجيشا غاس كلشي مادام يسن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من غاس نيوذان. نعم، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، إكرام الضيف. نعم إخوتي بالله، كل هذه الكلام يستحق جمعات، كورج الكلمة. نعم، وتعين على نوائب الحق. المظلوم ويتقذ مادام قكيس محمد بن عبد الله يثنصار. نعم، أين نحن من هذه الأخلاق إخوتي في الله؟ ما نسئنشين ذي الأخلاق ما ننجح. نعم، هذه الأخلاق التي تبين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاحه بعد البعثة طمأنته. سينتقل الآن إلى الإصلاح. يجي الدرجة الناظنة واجي شيء كيف إخوتي في الله. الصلاح شيء يتهم ما ينغنش كل واحد. صلاح لنفسه، صالح لنفسه، أخلاقي نور صالح حقيق في نونش. أما الإصلاح والمصلح فهي تقاسم وتصدير هذا الصلاح، وهو من غاك الحسنات الأخلاق الحسنة أتبلغ ذي يوذان. نعم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعثة. هذا ما معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء برسالة من الله ليبلغها للناس، ماشي غادي يخليها عندهم. نعم، فأهم جديد في البعثة هو الانتقال إلى المصلح ومبلغ الرسالة وتقاسم وتصدير صلاحه إلى المجتمع. وهنا سيصطدم مع مصالح الغير. أقش الإشكال من يجي.
كثير صالحين موجود الحمد لله، ولكن المصلحين دقيق نطاس ما يمي، لأن المصلح يخصد يستوجد في النس المواجهة. كثير من الناس كيقول لك أنا أجداني يا سيدي، أديها في راسك، أحيد راسي وشقف، ما دير خير ما يتلابس. لا، هذا هي ليست من شيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقى البعثة كأنها لم تكن، يجي تغاص رخاني، يجي تغاص الدوام. لا يا إخوتي في الله، هذا الاصطدام حوله إلى خصم وعدو، رغم أنه لم يطلب ملكا ولا كنوزا ولا سلطة ولا الدنيا بأسرها ثمنا لسكوته ولاستمرار صلاحه لنفسه فقط. نعم، غا الإصلاح إن يبلغ من الاستسكار بالعالمين، يبلغ صلاح أعماله وصلاح أخلاقه، أصبح يبلغها للناس ويدعو الناس إليها كان داكيس إنهم يلقف المصالح نسا ذيني وذان ويتيرين يتعجب الترام بهذا المعنى. غالت شعتوتي قال لا شخصيا ترام باش تقرم مش شخصه. هكذا هذا التشبيه فقط، هكذا الجاهلية، هكذا أعداء الصلاح والإصلاح أمو يقال قاخان غسيدي أو يتقص جفنش زاد جفنش روح تأكحل اقفوا نارا من قلع الحس. نعم، زاد جفنش سيدي روح تأكحل. هذا أمو ذا القان حتى العلمانيين قاش لا الإسلام جديد في مزيدة وها يا ودي قال التمزيدة واد غاستيس إن شاء الله من رحم ربنا. زاد سيدي زاد جفنش كذا سقارة سيدي واش يروح بول حارث بنادم كوريج الذي ينظر وحدث وغيرها من المصطلحات الخبيثة. والله إنها لخبيثة، تريد منا أن نسكت على المنكر، تريد منا أن نشجع على الظلم بدل أن نصلح ونبين للناس. نعم، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم. هو لم يطلب مالا، بل قريش من عارضت عليه. نعم، حينما بدأوا يواجهونه طلبوا من عمه أبو طالب ننسروها محمد صلى الله عليه وسلم إن يستخسد 8 جعلناك أغنى الناس. بغيت الفلوس نجمعوا لك حتى تولي أنت الغني في قريش وفي مكة وربما في العرب. بغيت النساء زوجناك بأجمل النساء، ماني ما يجيش نتحنجات الصباح هذا الدناوي. تقصد الملك تريد ملكناك علينا، تريد الملك خانغ اسقار وهسقار اسقار خانغ لا اله الا الله واجب مشي تغني صافي. هذا شنو شمين تقصد؟ نعم. فأخذ الأمر أبو طالب وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلمته الشهيرة، قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لما سكت على هذا حتى يظهر الله أمره أو أهلك دونه. إن سوات سقارير وخذي غير قنت فوش تكفوسي تزيري قزر ماض عارض يستيوض ربي الرسالة يماني يوم رب العالمين أو أهلك في سبيل الله. نعم، واحد يجبو 8 نوم، واحد يجبو ثمغاري نوم، واحد يجبو السلطة خاوم، واحد شو أخص والو حكمت كنيو قمت 8 كنيو مرشت كنيو، ولكن بلا إله إلا الله. لأن رب العالمين ويتحرمش الغنى. الله سبحانه وتعالى لا يحرم الغنى، لا يحرم العمل، لا يحرم الزواج، لا يحرم أن تكون ملكا، ولكن بمواصفات ربانية وليس بأغراض دنيوية. نعم إخوتي في الله، فالتشبث بإرادة الإصلاح وهذا أمر الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة مع أحب الناس إليه مع قبيلته، مع عائلته، مع أقرب الناس إليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ادعوا يستجب لكم إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخوتي في الله، فما هو هذا الإصلاح؟ إذن قريش ما يمين مين يعني الإصلاح؟ مقصد يعني الإصلاح
وخص صلاح السنيت من المدير صالح ذونينتا الإصلاح أنه يغير المنكر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ورد في كثير من الآيات حتى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله العلماء الركن السادس في الإسلام. إذا كان الحديث فيه بني الإسلام على 5: توحيد الله والصلاة والزكاة والصوم ورمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، العلماء يقولون الأمر بالمعروف هو ركن من أركان الإسلام. ما يمكنش تديري الإسلام ما لو غادي يصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يمكنش تديري الرسالة ما لو غادي يصل الإصلاح، وهو الأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى والنهي عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، الأمر بالمعروف، الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. رمخية الأمة ما ينتقم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى ذي الآية يجد الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن وهذه النبو حيد راسي وشقف، وهذه النبو أو يدي الصلاة نشويتك زجيف النش، وهذا بقى نشين كجسد واحد، الجسد الواحد غاسي جوز زجيف. الإسلام جسد واحد غاسي جوز زجيف، وما قالوا أزجيف النضي الجن مرة، جسد النضي الجن مرة. يهمني ويسعدني ما يسعدك ويحزنني ما يؤلمك. نعم، جعله أهل العلم ركنا من أركان الإسلام. نعم إخوتي في الله، جعله الله سبحانه وتعالى من مواصفات الأمة الصالحة، من مواصفات خير أمة أخرجت للناس. الإصلاح هو الخير والحق الذي هو في حرب متواصلة مع الباطل إلى قيام الساعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم بما سيحدث له؟ نعم. من علمه بأنه ينتظره صراع شديد مع الظلم ومع أهل الظلم؟ خديجة رضي الله عنها حينما جاء وهو يرتعد بعدما هدأته هي بقولته الشهيرة هاته التي رأينا من قبل، أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهو من علماء النصارى آنذاك. يجن ميسن عزيزيس طغى يوذف ذي دين النصارى، بل كان من علماء النصارى آنذاك في ذلك الزمان، وكان رجلا كبير السن أعمى طوي مغار ضاغر. سنس يا ابن عمي اسمع ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما عرض عليه ما رآه وما وقع له في غار حراء وما سمعه وغير ذلك، قال له إنه الناموس الذي جاء لعيسى وموسى والأنبياء مار. الناس قامين ديوسين دوني ذا الناموس. ما معنى الناموس؟ يعني هو النظام الرسولي ديوسين يدي يبلغن الوحي موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام وغير ذلك. إذن ديجن لأنه تغث الإنجيل الحقيقي، تغث الحق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به من قبل. توراة الإنجيل ما رضى يسن بأنه سيأتي نبي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الناس أقش من دينيا قد قويت تيد الوحي زار بالعالمين زيد أقش الإخبار. يا ليتها كنت جذعا يوم يخرجك الناس. أمخرجيهم هي الناس يام عليك غير يغد الشاب ذا مزيان نهاك غيزر نقوم النش. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينخرع الناس هذا خفي يزر النش. الصادق الأمين المحبوب بين الجميع خفي يزرن الناس كأن لسان حاله الناس غاس قاروا قمار غود يوين من تيويذو زرن خاص القوم الناس عادة القوم الناس مرة ونيد يوين من تيويذ شك القوم الناس عادات. يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عودي. أمار غود يوين من تيويل شك يعني ودي وين الرسالة غي تيويل شك أمار يدور ذرعذو إني تغشي تحبان ثق بيتنش على عموميش أبو لهب المخلد في النار هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذو مس أبو لهب ذو مس حمزة ذو مس
العباس وغير ذلك. إذن أي الناس وتنخل عشاء قال مرة وديوين من تويد شك يتوعد. نعم، لهذا إخوتي في الله هذه رسالة لنا جميعا أن الإصلاح له ثمن. من كان يظن أن الإصلاح، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيجد أرضا مفروشة بالورود فقد أخطأ الظن. مرة ونيخسن ذيك المحاولة باش يصلح، وهذا مطلوب منا جميعا. غاس نعم، غاس الأدب الناس الإصلاح، غاس الأدب الناس الدعوة نعم. مرة وغيكن قبريذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى آيسن بأنه وقد رجني سنانا أشواك ومخاطر وصراعات. نعم، وعزاؤنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المحبوب أني ما بين الناس مرة نهار مسنين نقول لا إله إلا الله يدور ذرع ذنسن. نعم، يدور ذرع ذنسن. ولهذا كلنا ذكورا وإناثا حينما ترى من يعاديك على ضدا لقولة الحق كما هذا شيء ثني ذر حق وشيء وذن واش كبيرا سندي لقش سيغي كمر. وعزاؤنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضوان الله عليهم وفي التابعين وفي العلماء وغير ذلك. ما رويك بريذا إتفذيس تمارة تمقران إتفذيس الامتحان دمقران. نعم، وهذا ما فعله ما وقع حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الأخلاق الحسنة تبقى سائدة وهو كبير نبور حق، ولكن الأخلاق قيمة ثمنية. الدليل على ذلك حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك في مكانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ما يمه لأنه كان لديه وهو عدوهم وخصمهم. ولكن الأخلاق يا إخوتي في الله، الأخلاق. ولكن سنت أمين الصادق الأمين وهني تغشيشا وهني تشاشا ذرع ذو تحاربنت، ولكن قانس الحاجة هذيك الحاجة اللي مزيانة الأمانة خلوها عنده. ولهذا أتى بعلي ليجلس في مكانه لينام في مكانه وقال هذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان وهذه أمانة فلان صلى الله عليه وسلم. ولهذا إخوتي في الله وخنلقش المشاكل وخنلقش تمارا وإياكم وإياي قبلكم أن عقل غاثفة أن تراجع الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة دائما تعلو ولا يعلى عليها. نعم، بسبب ما سنواجهه في هذا الطريق. والله سبحانه وتعالى وعد عباده المخلصين المؤمنين المخلصين بالنصر والتوفيق، ووعدهم بجنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حسن أخلاقنا واهدنا لأحسنها، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم والدينا من مات منهم اجعله في أعلى عليين مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بقي على قيد الحياة فاجعل ما تبقى من عمره في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفرج همومنا واقض ديوننا وحوائجنا وارحم موتانا وانصرنا على من ظلمنا، إخواننا في غزة والمستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين، أفرغ عليهم صبرا، تقبل شهداءهم، اكسو عوراتهم، اشفي
جرحاهم وأطعم جوعاهم يا رب العالمين. ملك البلاد أمير المؤمنين اللهم وفقه الخير وعينه عليه. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعين على مصالح البلاد والعباد. اللهم ربنا إن لنا أبناء وإخوانا وأصدقاء منهم المقبلون على الامتحانات والمباريات، ومنهم من ينتظر نتائج مباريات وامتحانات، فاللهم أسعدنا بنجاحهم وبتفوقهم وبصلاحهم يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بصلاحهم وتفوقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. أحد الأطفال في هولندا تجرى له العملية الجراحية الآن، فاللهم أسعد عائلته بشفائه يا رب العالمين. اللهم اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.